تريد نحكي بالصراحة وبالوقائع الجزئية، مو بالكليات والعموميات والتعميات. هذه راح يكون الكلام قاسي جدا ومؤلم جدا. الإطار لا عنده خطة براغماتية ولا خطة ديمقراطية ولا خطة وطنية ولا خطة قومية. الإطار هو عبارة عن وجود مرتبك، والعناوين الموجودة داخل الإطار هي عناوين عائلية وحزبية ضيقة ومتصارعة على المصالح والمطامح. فما تريد تقول لي انه الاطار عنده خطه. هم الى الان ما متفقين على شخص، مره يقولون حيدر العبادي، مره يقولون سلام عادل مدري عادل سلام، مره يقولون عبد الحسين عفطان ما اعرف شو اسمه، مره يقولون المالكي، مره يقولون السوداني يرجع، مره يقولون الكاظمي. هذه العشوائيه وهذا الاضطراب وهذا القلق يدل على وجود خطة براغماتية. البراغماتية فلسفة سياسية دقيقة وعميقة تعتمد على يفسر لي ابو عمار، فسر لي بالعالم. فسر لي فسر لي كتل فسر لي كتل سياسية مقاومة تدعي المقاومة عندها فصائل، عندها ارتباط عقائدي بإيران، تروح لترشيح ترامب لجائزة نوبل. هي هذه يعني إذا الإطار عبارة عن بؤر متصارعة، عبارة عن ولاءات متعددة. يعني انت تريد تقول لي الفصائل ما عندها ولاء الى ايران؟ عندها ولاء الى ايران طبيعي 100%. شلون راح تتفاهم وتتفاعل مع انسان يقول ينبغي ان مع انسان يرشح ترامب الى جائزة نوبل؟ هاي الشغل وهاي الشغل ما ترهب يعني. لذلك الى انه الاخ الكريم قبل الاخ ممثل الحكمه، وهسه راح اتكلم عن عن الاستاذ السيد عمار الحكيم باعتباره خطاب عقلاني. راح اكشف هاي العقلانيه على حقيقتها، لكن راح اقول لك الى انه هو نفس يعني ما قام به محمد الشاعر السوداني مو براغماتيه بقدر ما هي عباره عن طفوليه الى ابعد الحدود، لانه هو يعرف ترامب لا يتاثر بترشيح محمد الشاعر السوداني، وان جائزه نوبل ما ياثر عليها لا محمد الشاعر السوداني ولا غيره ولا غيره. الو تسمعني استاذ؟ اسمعك ابو عمار، تفضل. طبعا تفضل اسمعك. اي فهذا الموجود في الحقيقه هو عباره عن لغط فكري وسياسي. هذه هي العناصر الاطاريه، عناصر مشبوهه سارقه لدم الشعب. هي الان كما هو مثنى السامرائي، وكما هو الحلبوسي القاتل، وكما هو خبيث الخنجر الطفيلي. هذول مجموعة طفيليات ومجموعة مصاصي دماء. ومن الشيء العجيب اليوم، وخلي يسمعني الأخ ممثل تيار الحكمة، شفت فيديو إلى سيد عمار الحكيم يطلع يقول أنا كل فلوسي راحت للمستضعفين والمساكين، وأنا الآن أستحق ربما رعاية اجتماعية. طبعا هذا سمعته بإذني، وقبل أيضا قال أنا مطلوب. هذا حكمة، هذا عنده عقلانية، هذا عنده طريقة بهلوانية. تجاوز لهاي وإلا شنو؟ أنا مسؤول عن كلامي، أنا مسؤول عن كلامي يا أخي، أنا مسؤول عن كلامي، أنا مسؤول عن كلامي. فهذه في الحقيقة هؤلاء مصاصي دماء الشعب، سواء قيادات سنية شيعية كردية تركمانية. ولذلك انت تقول لي براغماتية ووطنية وخط عقلاني وخط كذا، ماكو اخي العزيز. مثل ما تفضل الاخ الاطار هش وغير قادر على اتخاذ موقف ومتناقض. ومسألة رئاسة الوزراء الآن على صفيح ساخن ولم تخرج بنتيجة معينة. أنا من أحكي أخي العزيز بالتحليل السياسي أنطلق من جزئيات، ما أنطلق من عناوين عامة. وإلا أقول لك بكل صراحة إلى أنه الإطار بشيوخهم 56. يعني إحنا عندنا الشيخ
علي ما داري اصول، لا قارئ فقه، لا قارئ. احد الفقهاء احد المعممين ايضا اصلا هذا ما يعرف نحو، وهو زعيم تيار ومو تيار، زعيم مؤسسه وكذا. فاحنا خلينا نسلط الضوء على البنيه الحقيقيه للاطار. هل يمكن لهذا الاطار بهذه الشخصيات المصاصه الممتصه التي امتصت دم الفقراء ودم عبد الزهره ودم الشمهوده، هذا اللي ولا واحد منهم ابنه قدم شهيد، ولا واحد من عندهم راح للجبهه، ويطلع لي ذاك اليوم ابن واحد ابن اخوه ينصح البرلمانيين. هذا هو يقدر يخلي نظريه ويقدر يخلي فكره ويقدر يخلي؟ لا اخي العزيز، اخي العزيز، احنا نعيش في ازمه، والاطار لا هو براغماتي، لا هو ايراني، لا هو امريكي، لا هو عراقي. طيب. لا هو وطني. حال القوى السنيه اللي الان انقسمت ما بين الولاء للسعوديه ولتركيا وللامارات. فاحنا في الحقيقه انا ما اريد ادخل، لان الاخوه الاعزاء انطلقوا من مساله ان الاطار حقيقه سياسيه شعبيه مخلصه مؤمنه صادقه، وهي مختلفه فيما بيناتهم على نقاط بسيطه. هو لو كان مختلف على قضيه بسيطه هو كان بتوصلوا من زمان الى طيب ان يرشحون رئيس وزراء. بالضبط. هاي نقطه مهمه ما موجوده حجي، ما موجوده. هاي البراغماتيه نظريه دقيقه وعميقه لا يفتهمها المالكي ولا يفتهمها قيس علي ولا يفتهمها فليح الفياض اللي جاب اولاده وجاب كذا وسيطر على الحشد. طيب الاخ يقول الى انه اكو استقرار سياسي. الانتخابات اللي دخلوا بيها باسم حشد وسووا حشد، هو هذا تريد تقول لي مجتمع مستقر؟ واحد يجيب لك 15,000 مدري ايش قد بحجه الى انه تيار، والاخر واليوم هم كشفوا واحد. لا اخي العزيز، طيب القضيه تعبانه، والله يساعد العراق على هؤلاء. طيب لا تقول لي ترى مو قاده السنه نفس قاده السنه، والا شنو المشعل الجبوري؟ واحد قاتل وهو بنفسه قال طيب احنا نسوي قنابل ونوديها للعراق.